من زمان بعيد كان في قرية مهجورة مش عايش فيها حد، وكان فيها بيوت وشوارع ومحلات مهجورة، وكانت مكان جيد عشان تعيش فيه الفئران. كانوا عاملين أنفاق عشان يتحركوا فيها براحتهم وما يبقاش في خطر عليهم من أي مخلوق، وعاشوا سنين طويلة بنفس الحال. وفي يوم من الأيام احتل عدد كبير من الفيلة القرية دي، وكان عددهم بالآلاف، وكانوا رايحين لبحيرة كبيرة في غرب القرية. وكل اللي كان بيفكر فيه الفيلة إنهم يروحوا للبحيرة دي، ما كانوش عارفين إنهم بيدمروا الأنفاق بتاعة الفئران اللي مشوا عليها. وفورا عملت الفئران اجتماع طارئ عشان المصيبة اللي حصلت لهم، وقالوا إنهم لازم يروحوا لملك الفيلة ويتكلموا معاه ويعرفوه إنه ما يمشيش من القرية دي تاني. المهم راح فار من الفئران يتكلم مع الملك وعرفه إن قطيع الفيلة دمرت جزء كبير من منازلنا، ويا ريت ما تعدوش من هناك تاني. وكمل كلامه وقال: مين يعرف، يمكن يوم من الأيام تحتاجون عشان نساعدكم. ضحك ملك الفيلة وقال: إزاي انتوا هتعرفوا تساعدوا فيا لو سخر منه؟